السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. سألنا كتير جدا عن إزاي أختار نوع الشامبو المناسب لشعري. في ناس قالت من الإعلان، الشركة بتعمل إعلان بيبقى قوي جدا، وفي ناس قالت لا بالنسبة للسعر، في ناس قالت بالنسبة للريحة، في ناس قالت بالنسبة لواحدة صاحبتي قالت لي إن هو شامبو كويس جدا ونتيجته كويسة جدا. طيب يا باشا، كل الكلام ده غلط. اول حاجه لازم تعرفيها نوع شعرك ايه. ان مره انت غيرت الشامبو فلقيتي ان شعرك بقى اسوأ. يعني ازاي؟ يعني لقيتي فيه قشر اكتر، لقيتي ان هو جف اكتر، لقيتي ان هو بيتساقط اكتر. النهارده انا هقولك ازاي تختاري الشامبو المناسب ليكي، مش اللي في الاعلان. مش لازم يكون دايما اللي في الاعلان. ازاي؟ اكبر كدبة احنا سمعناها يقولك في الاعلان ان الشامبو ده احسن شامبو موجود في السوق. يا باشا غلط، الكلام ده مش صح يا فندم. في حاجة اسمها احسن شامبو مناسب لشعرك، مش موجود في السوق. موجود في السوق، معلش صوابعك مش زي بعضها، اللي بيناسب شعرك غير اللي بيناسب شعر غيري غير اللي بيناسب شعر غيري. فاول نقطة لازم نعرفها ايه هو نوع شعرك. ده بيحل 50% من المشكلة نفسها. ازاي؟ يعني اسألي نفسك كده كام سؤال. أول حاجة، هل شعري بيظهر عليه زيت بسرعة؟ يبقى معنى كده إن شعرك دهني، أو الفروة، فروة راسك دهنية. لو شعرك بيتقصف وبيتكسر وناشف يبقى فروة شعرك جافة. لا ده ولا ده، يبقى الشعر طبيعته عادية أو فروة الراس عادية. طيب في قشرة، في حكة، يبقى الفروة الراس حساسة أو ملتهبة. اختيار الشامبو مش بيبدأ من الشعر، بيبدأ من فروة الراس. يعني لازم تعرفي نوعية فروة الراس بتاعتك ايه، وعلى اساسه هتختاري الشامبو المناسب لشعرك ايه. في حاجات لازم تبعدي عنها وانت بتختاري الشامبو بتاعك. ازاي؟ هقولها لك بوضوح جدا. اي شامبو فيه سلفيت قوي ابعدي عنه. ازاي اعرف ان فيه سلفيت قوي؟ الشامبو اللي بيظهر في الاعلان ان هو بيعمل رغوه كبيره جدا، ده تبعدي عنه فجاه فورا. ليه؟ لان الرغوه اللي بتحصل كتيره دي معناها ان في سلفيت كتير جدا، وده بيأثر على الشعر. مسكتي علبه الشامبو لقيتي فيها بارابينز، ماده اسمها بارابينز موجوده فيها، لازم تبعدي عنها، دي برضو مش صح. لقيتي فيها نسبه كحول، لازم تبعدي عنها. لقيتي ريحته نفاذة قوي وفي ريحة قوية جدا، مع فروة حساسة، تبقى كارثة، ما ينفعش نستخدمه. طب المكونات دي بتدي فعلا نتيجة سريعة وبتدي نتيجة كويسة جدا في الأول، لكن على المدى البعيد بتأثر على الشعر بشكل رهيب. فعلا بتأذي شعرك بشكل رهيب. ازاي اختار بقى صح؟ بص يا ستي، لو شعرك دهني زي ما احنا قلنا ان فروة الراس بتبقى دهنية، يبقى لازم اخد شامبو منظم للدهون. وهتلاقي فيه شامبوهات مكتوبة كده عليها منظم للدهون. لو الشعر جاف ابقى انا محتاج ترطيب قوي وبدون سلفيت، لازم يكون بدون سلفيت. لو شعرك انت صبغاه، عايزه تحافظي على الصبغه ان هي ما تروحش بسرعه، يبقى لازم استخدم شامبو خالي من السلفيت. طيب لو في قشره، يبقى انا عايز شامبو علاجي مش شامبو تجميلي. في فرق بين الاتنين رهيب جدا ما بين الشامبو التجميلي والشامبو العلاجي. ولو القشرة مزمنة هيبقى الموضوع مش شامبو بس، ده لازم كمان علاج معاه. طيب في برضو اخطاء تانية انت بتعمليها ولازم برضو تبعدي عنها. اول حاجة ان انا اغير الشامبو بتاعي كل اسبوع، ده غلط. ان انا استخدم شامبو علاجي لفترات طويلة، ده غلط. الشامبو العلاجي ما استخدموش لفترات طويلة ابدا. ان انا اغسل شعري يوميا بشامبو، دي كارثه، انت كده بتدمري شعرك تماما. الشامبو بستخدمه مرتين بس في الاسبوع على الاكتر، ما ينفعش ان انا استخدمه اكتر من كده. مرتين بس في الاسبوع. عايز تغسلي شعرك كل يوم اغسليه بميه بس، لكن عايز تغسليه بشامبو يبقى مرتين بس في الاسبوع. من الاخر، لو شعرك مش مرتاح اكيد مش هنعرف نغير شعرنا، لكن لازم نغير الشامبو بتاعنا. يعني ايه؟
يعني نوع شعرك هو اللي بيفرق. لازم تختاري الشامبو المناسب لشعرك والفروة شعرك. فروة الراس هي دي اللي بتحدد نوعية شعرنا. يا ريت تكتبي لي ايه نوع فروة راسك او فروة الشعر عندك، بتلاحظي عليها ايه من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، وانا هقول لك ايه الشامبو المناسب اللي انت تستخدميه. وما تنسيش الحلقات اللي جايه هنتكلم تفصيليا بقى على كل شامبو ازاي استخدمه، ايه فايدته. في شامبوهات بمركبات طبيعيه، في شامبوهات فيها كيماويات. ده ساعات بنستخدمه وده ساعات بنستخدمه، بس بناء على حاله فروه الراس او الشعر نفسه. ما تنسوش لو انتم مش مشتركين اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الحلقات الجايه، مهمه جدا على العنايه بالشعر. هنتكلم فيها تفصيليا على كل حاجة في الشهر. وننساش نعمل لايك وشير عشان الحلقة دي توصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي تستفاد من الحلقة دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة بإذن الله. دايما يا رب تكونوا بخير. سلام عليكم.